الكاميرات تلاحقه والكل عين عليه في هذه الأثناء. 3 أهداف في آخر 3 مباريات، يعيش فترة مثالية حاليا. ابقوا معنا على الموعد في انتظار البث المباشر لهذه المباراة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من ملعب أولد ترافورد، حيث هذه الأجواء المثالية لمباراة كبيرة. أنا فارس عوض من كابينة التعليق، سأرافقكم طيلة أوقات هذا اللقاء. ولا تقدم هجومي وخيارات متعددة. تصدي للقطة. نهاية الشوط الأول من اللقاء في ملعب أولد ترافورد. عودة مع حضراتكم في الشوط الثاني، والتعادل قائم هنا بين الفريق. يحدث حتى الآن من المهم جدا بأن يكون كرة هدف الآن. الكرة في المرمى، يا رب على هذه التسديدة. شوف الكرة اللي على الطاير، ما هذه الإثارة، أي روعة. هدف بلوحة فنية متكاملة. والإعادة هنا توضح الروعة من جانب محمد صلاح في الكرة العرضية الدقيقة، لكن الغريب في الهدف غياب الدفاع عن التغطية، المساحات التي تترك أمام الخصم. هدف التقدم الآن يسعد الجهاز الفني، يسعد المدرب خارج أرضية الملعب. يستأنف اللعب من جديد، والسؤال الأبرز، هل اليونايتد قادر على العودة؟ طاب وافتك الكرة، تمريرة ممتازة، هل تصبر عن شيء؟ كرة بينية في منتهى الجمال. لا يتراجعون، لا يكتفون، يبحثون عن المزيد. هدف آخر يوسعون به الفارق في ظرف دقائق بسيطة. لم ينتهي الاحتفال الأول إلا باحتفال ثاني. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن 2 مقابل لا شيء. فرصة لكرة مرتدة سريعة، عرضية في مكان خطير، يبعدها إلى ضربة ركنية. 3 تغييرات في صفوف مانشستر يونايتد. يرسل الكرة لوسط المنطقة، ابعاد الكرة والخطورة، تدخل خاطئ من لاعب اليونايتد. وتنطلق صفرة النهاية مشاهدينا للمباراة، ومع احتفالات الفريق الضيف بالتأهل. مباراة كانت صعبة كعادة مواجهات المباريات الإقصائية، كان فيها تنافس كبير، وبطاقة التأهل ظلت معلقة حتى نجحوا في حسمها لمصلحة. Just a couple of questions for you. Thank you so much for your time. يا لها من أجواء هنا، الجماهير حاضرة، الصور التي تأتينا الآن خيالية. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. ليلة جميلة وطقس رائع في الحقيقة. هذه تحياتي، محدثكم فارس عوض، سأكون معكم. بينية مثالية خلف المدافعين. الضربة الأولى، يقصون الشريط
يتجاوزون الخط الأحمر. هدف أول في هذا اللقاء. في الإعادة نشاهد الهدف مرة أخرى. المرمى كان بدون تغطية دفاعية وفي مواجهة ثنائية لتنتهي في الشباك بسهولة. هدف التقدم الآن يسعد الجهاز الفني، يسعد المدرب خارج أرضية الملعب. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. توماس، دقيقة واحدة وقت مضاف بدل ضايع. كرة بتعدي ممكن تشكل خطورة. الله، هدف في الأمان يأتي، هدف توسيع الفارق، هدف اقتراب الحسم، هدف التقدم من جديد. الله على الضربة. نشوف الهدف هنا، انفراد صريح وفي موقف 1 ضد 1. وقع الاختيار سريعا على تسديدة قوية لا تصد ولا ترد، وهدف رائع هنا. إذن الصافرة تعلن. نعود إلى الميدان والشوط الثاني، حيث يتأخر ليستر سيتي في النتيجة ويعاني كثيرا ويحتاج لتغيير الكثير من الأمور هنا. فايس فيها، انطلق فيها، راح مصطفى محمد. اوهو، ضاعت الفرصة. شوف القرار في اللقطة الماضية، فكر يسدد، كان منفرد بحارس المرمى لكن الكرة بتضيع. كان مفروض يكون أكثر هدوء في اللقطة الماضية. ليستر سيتي ينطلق في المساحات المتاحة. صافرة النهاية تأتي الآن لتعلن عن نهاية المباراة بالانتصار. هجوم جبار يملك الفريق في هذا الموسم، يدمر دفاعات الخصم. Just a quick couple of questions. Thank you. That's all the questions we have for you. Thank you all for joining us. We'll start taking questions now. Okay, guys, we are out. تركيز كبير سيكون على سون. بداية مثيرة في الدوري تجعل الجميع ينتظر منه الكثير والكثير. دقائق منتظرة تفصلنا عن بداية البث المباشر لهذه المباراة المنتظرة. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان من ملعب توتنهام. أحييكم حيث تقام مباراة اليوم وسط أجواء مثيرة وطقس مثالي. وهذه تحياتي محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. ولقاء اليوم هو ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، ومع كل ما يدور حولنا نتحمس أكثر لهذه المباراة. بلا شك نريدها ممتعة، على أمل بأن ترتقي هذه المواجهة لمستوى التطلعات والتوقعات والآمال وأن تكون مليئة بالإثارة. رائعة تمريرة من جانب سون، لكن تدخل في الوقت المناسب من الدفاع يمنع خطورة السومة. هيونغ من سون
المرمى. شوف وين راحت الكرة اللي مرت من فوق العارضة. مرت الكرة عدت، يا الله على الفرصة. ماديسون تصل خطيرة إلى سون. هدف أول في المباراة يسجل سون في هذه اللحظات. نشوف إعادة الهدف من جديد. هجمة مرتدة كانت سريعة وتبع ذلك الإنهاء الرائع جدا من جانب سون بتسديدة قوية بعد أن تغلب فيها على حارس المرمى. سون هيونغ حارس المرمى موجود يبعد الكرة من جانب سون. عرضية إلى تيمو فيرنر والحارس يتصدى للكرة. عودة إلى المباراة مع بداية أحداث الشوط الثاني. الشوط الأول ينجح توتنهام في التقدم بفارق هدف. يتألق الحارس ويتصدى. ربما يأتي التعادل من الركنية. بمسألة كبيرة تصدي في الموعد وإيقاف الركنية. إتاحة فرصة الآن لمصلحة توتنهام. سون هيونغ فرصة هدف الآن. أوهو فعلها من جديد وسجل ثنائية. من يستطيع إيقافه الآن؟ هل يكمل الهاتريك في مباراة اليوم؟ ضاعت الكرة دون أن تستغل. عرضية ممتازة إلى الخلف في اللقطة الماضية. يا رب، مستحيل التسديدة. الله على هذه الروعة، على الطاير في الشباك. الآن في الإعادة نلاحظ كيف ساهمت التمريرة بالهدف بشكل كبير، والفرصة أصبحت سهلة من هذه المسافة واستغلال مميز للكرة هنا وإنهاء جميل في المرمى. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. مادي لاعبين وحركات الإحضان، نتوقع تغيير في هذه اللحظات. ركنية إلى داخل المنطقة. إبعاد الكرة لم يكن بشكل جيد. قد تصبح خطيرة في هذه اللحظة والكرة تبعد هنا. صدرت نهاية المباراة وخسارة الزوار لهذا اللقاء. الخسارة مشاهدين متابعينا دائما صعبة، لكن الأصعب أن تخسر بفارق هدف وتكون الأمور قريبة في الملعب. كان ممكن في لحظة تسجل التعادل، لكن عليهم أن يتقبلوا الوضع الآن. مباراة كبيرة وتألق ممتاز من جانب اللاعب سون في أرضية الملعب. نجح في تسجيل هدفين في مباراة اليوم، ساهم في فوز فريقه، كان واضح عليه الثقة وقدرته على مساعدة الزملاء في أرضية الملعب. Oh, hi there. I've just got a couple of questions about the match. Thank you for your time.
دخلنا الآن في أجواء المباراة، المشاهد الرائعة والكل متحمس لمباراة كبيرة جدا. هل يفعلونها؟ الإجابة فقط ستكون من خلال متابعتنا في تغطيتنا المباشرة والحصرية. سادتي نساتي سادتي، تحياتي لكم أينما كنتم. ليلة جميلة هنا في ملعب المباراة، أجواء أجمل تجعلنا نتمنى مباراة رائعة. معكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، واليوم نحن كرة للتسديد الآن. الله على اللقطة، الله على المهارة. شوف الفرصة كانت خطيرة في اللقطة الماضية، كان ممكن تحرك الشباك. شوف هنا في 18. مساحة موجودة على الأطراف. مصطفى محمد، اوه، الهدف الأول في المباراة يأتي مبكرا ويشعل الأجواء. هنا شاهد الإعادة، شاهد الهدف، المسافة القريبة من الطبيعي التسجيل، لا يمكن إهدار مثل هذه الكرات. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. تمريرة فرصة متاحة للتسجيل. ممكن التعادل الآن. تدخل قوي هنا في البوكس. الضغط العالي ينجح، قد تصبح فرصة خطيرة. يأتي الآن، يتسع الفارق إلى هدفين، أفضلية مستحقة بالتأكيد. شوف الإعادة هنا، استمتع بهذا الإنهاء رغم الضغط الكبير، القوة هنا والتحمل اللي يصنع الفارق في هذه اللحظات. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. قدر يواصل هذه المباراة بسبب الإصابة. هذه هي فرصة هدف. حلوة كانت الانطلاقة، لكن الكرة تضيع في النهاية. ركلة جزاء هنا لصالح مانشستر يونايتد. الحكم يكتفي بركلة جزاء ويحتفظ بالبطاقات في جيبه. برونو فرنانديز سينفذ الكرة. نموذجية في المرمى، ركلة جزاء في منتهى الروعة. استئناف اللقاء هنا، ويجب على اليونايتد محاولة تسجيل التعادل والاستمرار في الضغط. استلام التمريرة الطويلة لم يكن بالشكل. البحث متواصل عن هدف الأمام، الآن الحصول على ضربة ركنية. إبعاد الكرة لم يكن بالشكل الجيد. ملعوبة إلى مو صلاح. وخطأ داخل المنطقة المحظورة، وركلة جزاء تحتسب. يتقدم محمد صلاح لتنفيذ الكرة. هدف من ركلة جزاء نفذت بنجاح. نتابع ركلة الجزاء مرة أخرى، الارتماك كان في المكان الصحيح لكن الكرة كانت أعلى لتدخل الشباك. النتيجة الآن 3 أهداف يونايتد. ركلة ثابتة في مكان خطير، أتوقعها عرضية. الله على التصدي. إذا مشاهدينا متابعينا، الحكم يطلق الصافرة نهاية الشوط الأول. تتواصل المباراة مع ضربة البداية للشوط الثاني. ضغط ناجح في الأمام. ممتازة التمريرة هنا. محمد صلاح. عرضية فيها خطورة.
الهدف. الفارق كبير هنا، حسمت النتيجة. الفوز يأتي مشاهدينا قبل صافرة النهاية. برأيي بأن المباراة حسمت لأن الفارق في الأهداف كبير جدا، وأعتقد أن خلاص المباراة اقتربت من النهاية. استعادة للكرة بعد ضغط عالي ممتاز. مازال يفكر، مازال يبحث عن حل في هذه اللقطة، والكرة تخرج إلى ضربة الزاوية. صافرة نهاية المباراة وفوز من نصيب أصحاب الأرض. أداء كبير وفوز كاسح و3 نقاط مستحقة. كانوا الطرف الأفضل والمهيمن والمسيطر على مجريات الأمور في الملعب. أداء كبير وخرافي في هذا اللقاء. هذا المستوى طغى على Just a couple of questions for you. Thank you for your time.